زمان كان في فيلم اسمه يا عزيزي كلنا لصوص. اسم الفيلم ده ينطبق على ارتباط جمهور الزمالك بأحمد عفيفي، بمعنى ان احمد عفيفي هو قائد جمهور الزمالك في المظلومية والمؤامرة الكونية. فطبيعي انك تلاقي جمهور الزمالك بعد حلقة عفيفي مع كابتن سيد عبد الحفيظ الكل بيتكلم على ان عفيفي افحم كابتن سيد وخلى كابتن سيد مش عارف يرد عليه. طبيعي ان جمهور الزمالك اللي عقليته مبنية على التزييف هيزيف محتوى الحلقة، وده علشان يكسب انتصار وهمي. لان تخيل لو جمهور الزمالك اعترف ان كابتن سيد عبد الحفيظ انتصر في الحاجات اللي اثرها عفيفي واتكلم فيها ورد عنها كابتن سيد. عارف ده معناه ايه؟ معناه حاجتين. الحاجة الاولى ودي مهمة جدا عند جمهور الزمالك، ان انت بتكسر صنم العجوة عند جمهور الزمالك في علاقته وارتباطه بأحمد عفيفي قائد المظلومية وفيلسوف المؤامرة الكونية من غير ما يقول أنا عليا مؤامرة. اتنين، لو جمهور الزمالك اعترف بأن ردود كابتن سيد عبد الحفيظ كانت أقوى وأنه قدر يتفوق على عفيفي، ده بينسف عند الزملكاوية أكذوبات كتيرة جدا عايش عليها، زي أكذوبة كابتن حسن حمدي وتضارب المصالح ورد عليها كابتن سيد، زي أكذوبة المؤجلات اللي رد عليها كابتن سيد، زي أكذوبة نادي القرن اللي رد عليها كابتن سيد، زي أكذوبة التحكيم اللي رد عليها كابتن سيد، زي أكذوبة انسحاب الزمالك من المباراة اللي جاية ورد عليها كابتن سيد، أكذوبة المؤجلات ورد عليها كابتن سيد. كل الأكذوبات رد عليها كابتن سيد عبد الحفيظ. فأنت كأهلاوي اوعى تستنى من زملكاوي إنه يعترف إن كابتن سيد تفوق على عفيفي. هيفضل جمهور الزمالك يردد كلمات عفيفي وإنه مثقف وإنه قال كم كلمة انجليزي والفرق بين ثقافة عفيفي وكابتن سيد، لكن مش هينزل لك بوست يقول لك عفيفي قال كذا وكابتن سيد ما قدرش يرد عليه. مش هينزل لك فيديو يقول لك عفيفي قال كذا وكابتن سيد ما قدرش يرد عليه. كل كلام اي زملكاوي هتلاقيه عبارة عن وجهات نظر كوجهات نظر عفيفي، بيلف من بعيد وبيوصل لك حاجات في الاساس اي حد يقدر يرد عليها علشان يبان انه مختلف. والسؤال هنا ليك كزملكاوي، بما انك شايف عفيفي انتصر وافحم كابتن سيد، هات لي حاجة ذكرها عفيفي واتكلم فيها بما انه كان تقيل على كابتن سيد وافحمه والكابتن سيد ما قدرش يرد عليها فيها. طيب اذكر لي حاجة واحدة بس في الحلقة تخليك تقول ان كابتن سيد مردش على عفيفي ولا قدر يتكلم معاه ولا قدر يجاوب على اي حاجة بالادلة ولا بالتواريخ ولا بالاسماء ولا رد قاطع على عفيفي. عايز افرد لك معظم او اكتر الحاجات اللي قالها كابتن سيد مع عفيفي سريعا. عفيفي اتسأل عن عدم لعب الزمالك المباراة اللي جاية بسبب المؤجلات وكده، فعفيفي قال لا يعنيني ان ده كان مفروض يحصل من بدري. كابتن سيد رد بيان الزمالك مش مفهوم لان الزمالك اول نادي كسر الموضوع ده. لعب سموحة دور اول وتاني والبنك الاهلي دور اول وتاني ولعب فيوتشر دور اول وتاني ولعب المصري دور اول وتاني ولسه ليه ماتشين من الدور الاول مع بلدية المحلة وطلائع الجيش ما كانش يلعب من البداية. وبعدين لو كرة زيزو اتحسبت هل الزمالك كان هينسحب؟ اعتقد لا. في اتنين، في تضارب المصالح عفيفي اتسأل على تكافؤ الفرص واتكلم عن تضارب المصالح. وكابتن حسن حمدي اول مرة اشوف رئيس الوكالة هو رئيس النادي. رد كابتن سيد عبد الحفيظ وقال له طب ما شفتش ان رئيس اتحاد الكورة هو نفسه رئيس النادي؟ عمرك ما شفت دي؟ رئيس اتحاد الكورة حيدر باشا هو رئيس نادي الزمالك وعضو اتحاد الكورة حسن عامر كان رئيس نادي الزمالك. فين تضارب المصالح هنا؟ ما ذكرتش الواقعة دي او ما ذكرتش الحالة دي. في التحكيم عفيفي ذكر واقعتين، الاتنين حكام واحد زي اللي هو شريف رضوان تقريبا وما حكمش الاهلي بعدها عن كلامه، وبعد كده احمد حمدي، وقال ان الحكام دول بيزعلوا الاهلي. كابتن سيد قال له هات اسم حكم ونقول لك ان الحكم ده عمل كارثة على الاهلي وبعد كده عادي حكم جدا، زي ابراهيم نور الدين عملها قدام الانتاج الحربي، زي جهاد جريشة عمل ده قدام بيراميدز في 3 لقاءات مع عمل كوارث وحكم لنا تاني وطلع اعتذر مرتين. قال له نادي القرن بقى وندخل على الأخيرة. نادي القرن قال له ان الزمالك يستحق ان يكون عنده او رصيده لقب نادي القرن. فالكابتن سيد عبد الحفيظ لان ال9 طبعا اكبر من ال7 ده كلام عفيفي. كابتن سيد قال له
طب ليه صن داونز دلوقتي بيلعب في دوري هيلعب في كاس العالم للانديه رغم ان الخمسه اكبر من الواحد؟ ليه الوداد هيلعب كاس العالم للانديه رغم ان الثلاثه اصغر من الخمسه؟ ليه الترجي هيلعب كاس عالم للانديه رغم ان الاربعه اصغر من الخمسه؟ كل ده لان في تراكمات في النقاط، وده التصنيف اللي ماشي بيه اتحاد الكوره. اتكلم طبعا عن تأجيلات وعن دوري 2019. فالكابتن سيد قال له انا شاهد على الدوري ده. الزمالك كان ليه 5 مؤجلات وأجل 3 ماتشات منهم لبعد كأس الأمم الإفريقية لحين عودة فرجاني ساسي. عايز كل زملكاوي يعرف إن الكابتن سيد رد على كل الأكذوبات اللي قالها عفيفي، وكل زملكاوية أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.